لا اعتديت عليه ولا ضربته ولا شيء. سماعة غش داخل قاعة الامتحان تحولت إلى اعتداء كاد أن يودي بحياة أستاذ في إحدى مدارس منطقة الشعلة ببغداد. فما هي القصة؟ تبدأ القصة عندما اكتشف الأستاذ عدي الخفاجي وجود سماعة يستخدمها أحد الطلبة في الغش بامتحان الدور الثالث. اتخذ الإجراءات القانونية بحق الطالب وفق التعليمات. أنا كان بيدي جهاز إلكتروني كشف الغش، من دق الجهاز فتشت الطالب، بعدين مسؤولي القاعة 2 مدرسين أخرجته خارج القاعة، فتشته مرة ثانية من أجل التأكد من حالة الغش. بعدين المدرسة بيها كاميرات مراقبة، توجه علي رأسا معاون المركز ومشرف المركز، زين عيني. فتمشينا أنا ويا للإدارة بكل احترام، بكل هذه قلت له بابا خلنا نتمشى للإدارة، تمشينا للإدارة. فتشته مرة ثانية حتى أخاف مثلا، يعني كنت شاك بي مو متأكد. اكتشفت الغش مرة ثانية. وبعد انتهاء الامتحان وخروج الأستاذ من المدرسة تفاجأ بهجوم من 5 طلاب انهالوا عليه بالضرب المبرح، ما تسبب له بنزيف في العين ورضوض في اليد والصدر. أنا آثار اللي علي نزف داخل العين، وكدمات 20 ب20، ورضوض بالأضلاع، وكدمات بالكتف، وكدمات بالإيد اليمين، وكدمات بالإيد اليسار، يعني عندي شوية. والحمد لله على هاي إصابات، إن شاء الله نقول الحمد لله عليها. القوات الأمنية تدخلت فورا واعتقلت الطلبة المعتدين، فيما أثارت الحادثة قلقا في الأوساط التربوية التي طالبت بتوفير الحماية، بينما يخشى المدرس عدي من تكرار الاعتداء بطريقة أخرى قد تصل للقتل.